ابو سورمي، الكائن اللي بيبقى مركز في تفاصيل حياتك اكتر منك. وده مش لانه بيحبك، لا، ابسوليوتلي. هو بيبقى عايز يعرف التفاصيل عشان يعرف يحقد عليك كويس، ولو قدر يبوظ عليك فرحتك لن يتردد. ما حصلش معاك قبل كده انك قلت يا جماعه انا نجحت وجبت 95%، فتلاقي احد الجالسين وشه احمر وقال لك اكيد كانوا فاتحين اللجنه؟ او انك تقولي لاصحابك انا اتخطبت المهندس يا بنات، فتطلع واحده من وسطهم وتقول لك وهي بتحاول تداري الحقد المستتر جواها: مهندس ولا تباع على العربيه نقل؟ بس قبل ما ندخل في التفاصيل، اهلا بيكم في خد نفس مع الدكتور. خد نفس عميق وتعالى لي. ابو صرم او الحقود شخص بيتغذى على طاقه الحسد، ويموت لو شافك مبسوط، سواء في حياتك العاديه او في الشغل. والصراحه انا مش جاي النهارده عشان اقول لك هو بيصرم ليه، بس دي مش مشكلتك، هو بقى يبقى يروح يتعالج. انا بس من باب المحبه هقول له على نصيحه صغيره كده، مثل سمعته من جده علي، عجبني قوي، يمكن يساعد. راجل مليونير بيبني فيلا وجايب مهندسين ونجارين وجايب 10,000 مسمار، ومخلف عيل وحيد عنده سنتين، قفش مسمار من دول وجري على الفيش عشان خاطر يحط المسمار فيها. الاب يعمل ايه؟ بالظبط، يحوشه. الواد يعيط ويرفص في الارض وهو مش فاهم ان هلاكه في اللي هو عايزه وبيعيط عليه، وشايف ابوه بيحرمه ومش بيحبه. بقى يدي للغرب كل المسامير دي وانا ابنه الوحيد مستخسر فيا مسمار. والواقع ان ابوه حرمه من المسمار لانه بيحبه، والمسمار دوت هيبقى سبب هلاكه. بالتعويض المباشر ولله المثل الاعلى طبعا، انا وانتم العيل الصغير، وبنطلب من ربنا اشياء كتير ونعيط ونلح، والحاجه دي ممكن يبقى فيها هلاكنا واحنا مش عارفين، ومن حب ربنا لينا حارمنا منها وممكن يكون مديها لغيرنا. خد بالك ان في المثل اللي اتقال بين الاب والابن اللي عنده سنتين في نسبه علم، حتى لو كانت الفجوه كبيره بس في نسبه. اما بيننا وبين ربنا مفيش نسبه علم. يعني من الاخر اطلب ولح، بس لو ربنا ما قررش انه يديك طلبك ارضى وما تزعلش، وما تبصش لحد غيرك في المسمار بتاعه. المشكله الكبيره ان الحقود مش بيبقى شايف انه حقود اساسا، واللي مش بيعترف انه مريض مش هيدور على علاج. نرجع لموضوعنا، خلونا نتفق على قاعده ذهبيه قبل ما نقول الروشته. احنا هنفلتر الناس دي لو الشخص ده علاقته بيك فرعيه ومش ضروريه، يعني جار من بعيد بتشوفه في الاسبوع مره ولا اتنين، صاحبك اللي بتشوفه على القهوه كل حين ومين. العلاج العلمي هنا هو البعد التام والبلوك الصامت. فكك منه، افتح له الهويس، حياتك مش ناقصه شحنات سلبيه. لكن لو الكائن ده بقى فرض عين عليك، قريبك اللي بتشوفه في كل مناسبه، او زميلك في الشغل، او سلفتك، هنا بقى البعد مستحيل. وعشان اعصابك ما تتحرقش وما تخليهوش يطلع اسوأ ما فيك وتبان انت اللي مجنون، انا جايب لك النهارده كتالوج 5 حيل نفسيه للتعامل مع بصورة. ورقه وقلم واكتب ورايا. الحيله الاولى اسمها الغموض الايجابي. ابو صلم ده عامل زي اجهزه المخابرات، بيتغذى على المعلومات والكواليس عشان يحللها ويحسدك عليها، ولو عرف يوقف الخير اللي جاي لك قبل ما يجي مش هيتردد لحظه. انت عارف لو سبت الشغل ورحت شركه تانية بيبقى هيبيض ويعرف مرتبك كام ومميزاتك ايه. الخطه كالتالي: خليك معاه كتاب مقفول، وابتسامه شاركه النتائج بس مش الكواليس. يعني لو سالك سمعت انك هتشتري عربيه هتجيبها مستعمله ولا جديده، رد بابتسامه بالهاء وقول له الحمد لله والف الف مبروك. طب لو صمم وقال لك ايوه بكام يعني ونوعها ايه، قول له يا باشا حاجه كده تمشي الحال يا غالي، كله ببركه دعاك والله، والحمد لله والف الف مبروك. وتغير الموضوع فورا، سيبه يضرب دماغه في الحيطه. المعلومه عنده هي الرصاصه، اسحب منه الرصاصه. الحيله الثانيه دي محتاجه ثبات انفعالي ليفل الوحش، وهنسميها مرآة التجاهل. الشخص الحقود ابو صلب لما بيحب يضايقك مش بيجي ويضربك بالقلم، لا، هو بيروح جاي ملقح كلمه، يديك ملاحظه مسمومه وسط الهزار. العلم بيقول ايه؟ لما تيجي ترد، رد ببرود تام وعدم اهتمام. هو بيحس ان سلاحه في شنك، بيحس انك مش شايفه. وهو لما يحس ان كلامه مش بيحوق فيك ولا بيغير ضربات قلبك هيدور على ضحيه تانية فورا. اصل لو ما لقاش حد يصرف عليه ممكن يطرقع من جنابه. ندخل بقى على ابو صرم بتاع الشغل، وده ليفل اخبث، لانك بتقعد معاه اكتر ما بتقعد مع عيالك. ده ممكن ياخد فكرتك وينسبها لنفسه في اجتماع قدام المدير عادي كده، او يشوه صورتك بالراحه كده من تحت لتحت، سواء من قدامك او من وراك. الحيله هنا التوثيق الصامت وبذكاء. اوعى تروح تعيط للمدير وتقول له يا فندم دي فكرتي وسرقها، هتبان ضعيف ومش مهني. الصح كل خطوه
كل فكره، كل تسليم شغل يكون موثق بايميل رسمي للمدير او حتى رساله على الواتس. لما يجي في الاجتماع يقول انا شايف نعمل كذا وكذا في المرحله اللي جايه، وكذا وكذا ده فكرتك اساسا، تبتسم كده وتبص له بكل هدوء تقول له فعلا يا فندم، ودي نفس النقطه اللي بعتها لحضرتك الساعه 9 الصبح في الايميل، ومعاها خطه التنفيذ الكامله. قصف جبهه مغلف بالمهنيه. الحيله الرابعه دي بقى قنبله نفسيه تدرس في الجامعات، اسمها قلب الطاوله بالمدح. في علم النفس في ظاهره اسمها التنافر المعرفي. لما حد يكون بيكرهك جدا ويلاقيك فجاه بتمدحه قدام الناس بصدق، دماغه بيحصل فيها ايرور. لما تلاقيه داخل عليك بشره، اضرب كرسي في الكلوب وامدحه حتى لو على حاجه بسيطه. الحركه دي بتعمل ايه؟ بتكسر حده عدائه تماما، وبتحرجه داخليا قدام نفسه وقدام الناس. بيبقى مش عارف يشتمك ولا يمدحك، وغالبا هيبطل يهاجمك مش عشان حبك، لا، عشان ما يبينش اللي هو وحش وقليل الاصل قدام الناس اللي انت مدحته قدامهم. الحيله الخامسه والاخيره، ودي عشان اعصابك انت وصحتك يا غالي، قاعده الخمس ثواني قبل الرد. ابو صرم دايما بيلعب على ايقاع المفاجاه، يرمي لك كلمه سم كده عشان خاطر يخليك تصور وتتعصب وتغلط، فيروح للمدير او للناس يقول لهم شايفين قليل الادب وعصبي ازاي؟ انا ما كلمتوش. لما تسمع منه الكلمه المسمومه عد في سرك من 1 ل5. الخمس ثواني دول هيدمروا الادرينالين اللي هو مستني يشوفه في عينك، وهيخلوك تفكر بعقلك مش بعصبيتك. الرد اللي بيطلع بعد 5 ثواني صمت دايما بيكون رد قاتل، حاسم وبارد جدا. في النهاية يا صديقي، الحياة قصيرة جدا عشان نضيعها في حرق الأعصاب مع ناس مريضة بنجاح غيرها. استخدم الخمس حيل دول وافتكر دايما إن نجاحك واستقرارك النفسي هو أكبر عقاب للشخص أبو صلب الحقود. الحلقة دي أول حلقة من سلسلة هنعملها بإذن الله، هنسميها كيف نتعامل مع. السلسلة دي مخصصة لتشريح الشخصيات السامة اللي بنقابلها في حياتنا وبتسحب طاقتنا. هنتكلم عن الشخص النرجسي اللي شايف إن الكون كله لازم يلف حواليه، الشخص الهجاص، وكمان الشخص المتكبر اللي ما فيش حد مالي عينيه، وهكذا. شخصيات موجودة حوالينا، ولو عرفت ازاي تتعامل معاها هتوفر طاقتك وتفكيرك لحاجات أهم بكتير. قول لي في التعليقات تحب نتكلم عن مين الحلقة اللي جاية، وبإذن الله اللي انتوا عايزينه هيتعمل، ما يطلبه المستمعون. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش لايك تبقى الحلقة دي عشانك. بهزر. أتمنى تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش. أشوفكم بإذن الله الحلقة الجاية. وسلام.